انا ايه يضمن لي ان في اله؟ ايه يضمن لي ان في جنة ونار وانبياء واديان؟ مش يمكن كل دي اوهام من اختراع البشر؟ وانا بصلي لله فعلا ولا كل ده وقت ضايع على الفاضي؟ وكاتمه نفسي بالحجاب ومساجد وحج وعمرة وحارمه نفسي من متع كتيرة في الدنيا على الفاضي. حلقة النهاردة من اهم الحلقات اللي هعملها في حياتي، لازم تتفرجوا عليها للاخر. لو عندك شك في وجود الله، لو عايزة تعرفي ازاي نؤمن بالقضاء والقدر، ازاي نبقى مسلمين صح، طب ازاي نوصل لمرتبة اعلى عند ربنا عز وجل ونبقى من المؤمنين، طب ازاي نوصل لمرتبة اعلى واعلى ونبقى من المحسنين، ده اللي هنعرفه النهاردة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم في قناة كنزي لايف واي. كل الحاجات اللي قلت لكم عليها دي هنتعلمها في حديث بيعلمنا حاجات جميلة كتيرة قوي. اولا ان سيدنا جبريل عليه السلام كان بيظهر في صورة بشر، وان الصحابة كانوا بيشوفوه وبيستغربوا هيئته، انه ازاي محدش يعرفه في البلد وفي نفس الوقت جميل ومرتب ومش ظاهرة عليه علامات السفر، والسفر في الصحراء كله ارهاق وتعب وتراب، فمين ده؟ الحديث كمان بيعلمنا الفرق بين الإسلام والإيمان والإحسان، وبيكلمنا عن علامات الساعة. بيعلمنا إن الإسلام ده هو أول مرحلة في علاقتنا بالله عز وجل، بنبتدي بيها نتعبد لله وبيبقى اسمنا عباد الله. فإيه هو الإسلام؟ هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أركان الإسلام دي هي ألف به علاقتك بالله عز وجل. يعني اللي شهد بالشهادتين وصلى وصام وزكى وحج بيت الله الحرام يدوب اسمه مسلم. أنا مش عشان عملت أركان الإسلام كلها بقيت في القمة، لا، في حاجات تانية أعلى من الإسلام كمان هنعرفها في الحديث علشان نقرب من ربنا أكتر ونقوي علاقتنا بيه أكتر. أركان الإسلام أولها الشهادتين، ما بتكونش بالكلام فقط، لازم نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قولا وفعلا. إزاي؟ إننا نحكم أوامر الله عز وجل في حياتنا ونجتنب نواهيه، إننا نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نخترعش عبادات ما عملهاش ونقوله ثواب وخلاص، لا، ما نزودش، لأنها بتتقلب بعد كده بكوارث وشركيات زي ما حصل من البشر زمان مع باقي الأنبياء. الناس ما حافظوش على إسلامهم وتوحيدهم الخالص وفضلوا يألفوا في الدين لحد ما بقوا يوصلوا لمرحلة عبادة الأصنام، لأنهم لقوا اللي ماشي ورا تأليفهم وبدعهم اللي بيبتدعوها في الدين. الشهادة كمان بتستلزم إننا نصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر في رسالته بدون تردد. احنا قبلنا بالإسلام فواثقين في نبينا وفي كل حاجة بلغها عن الله عز وجل. أمرنا بحاجة ننفذها، نهانا عن حاجة نجتنبها. مفيش لا، مفيش مش مقتنعة، مفيش مش فاضية، مش قادرة، مش عايزة، لا، ده كده مش إسلام. كده أنا حتى ما حطيتش رجلي على أول سلمة في علاقتي بالله عز وجل. لما انتي بتخالفي النبي في رسالته، امال هتعملي ايه في اللي بعد كده؟ وعلى فكرة محدش قالك اعملي بالدين من غير ما تفهمي وتتعلمي، لا، اتعلمي وافهمي الحكمة من الأوامر والنواهي، واسألي واعرفي السبب علشان تنفذي وانتي حابة الدين، مش تسألي علشان تحاربي وتهدمي وتكذبي. ربنا عز وجل قال في سورة الحشر: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه. فخلصت خلاص، قال اعملي، حاضر، ما تعمليش، مش عاملة. وبعد كده بقى اعرفي بعمل ليه وما بعملش ليه. هديكي مثال، انتي في المدرسة بتكتبي الواجب وبتدخلي الامتحانات حتى لو كنتي مش فاهمة الدرس، بتبقي حريصة انك تنجحي وتفوزي، ما بتقوليش معلش مش داخلة امتحاناتكم علشان المناهج بتاعتكم مش ماشية مع ثقافتي ومش ماشية مع تفكيري وبتخالف مبادئي. انتي حتى لو مش مقتنعة بالكلام اللي انتي بتكتبيه زي الكتاب ما قال، ما بتألفيش من دماغك علشان خايفة تسقطي. طب اشمعنى بنتشطر على دين ربنا؟ ما هو برضو ده اختبار، واهم من الاختبار الدنيوي اللي انت مدياله كل اهتمامك. فاعملي الواجبات والفرائض وتعلمي في نفس الوقت، الاتنين مع بعض، العلم والعمل. والحمد لله كل حاجة في الدين ليها اجابة شافية ومقنعة ومعلهاش تعقيب. ده للناس سليمة القلب، مش الناس اللي بتغل في نفسها من الاسلام، لا، دول سكة تانية. لازم كمان تكوني مقتنعة ان قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على قول البشر. ما يجيش القرآن الكريم او الحديث الصحيح يقولك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تروح قايله ازاي؟ ده انا امي قالت لي كذا، ده الابله في المدرسه قالت لي غير كده، ده انا شفت بوست على الفيس بيكذب الكلام ده انا شفت في الفيلم كلام غير ده الدكتور المشهور طلع في التلفزيون وقال الحديث ده ما ينفعش والايه دي لازم تتحذف من المصحف.
وكلام غريب كده وهرتلات ملهاش طعم ولا معنى، معتمدة على آراء شخصية لواحد ما يعرفش حاجة في الدنيا غير كام كتاب قراهم لغير المسلمين، وجاي عايز يعلمنا احنا بقى اننا نسيب كلام النبي وعلمائنا ونمشي وراه زي القطيع. لو مشينا وراه كده احنا سقطنا في اختبار الإسلام. احنا كل ده لسه بنتكلم عن نطق الشهادتين. لازم كمان نؤمن ان النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد لله، رسول يوحى إليه، ما نعبدهوش، ما نعتقدش في يوم من الأيام إنه إله، ما نتوسلش بيه ولا ندعوه ولا نطلب منه المغفرة والرحمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، وكل دعائنا نطلبه من الله وحده لا شريك له. لا تلبسي حظاظة علشان تجيب لك الحظ، ولا خرزة زرقاء علشان تمنع الحسد، ولا تعلقي فردة كوتشي في عربيتك، ولا 5 وخمسة على رقبتك، ولا تلزقيها في شعر بنتك وهي لسه مولودة، ولا حدوة حصان على باب الشقة، ولا تلبسي الهدوم بالمشقلب علشان ما تتحسديش، ولا تروحي تتمسحي وتطوفي حوالين الأضرحة والمقابر. كل ده شرك بالله. ربنا وحده هو الحافظ. القرآن اللي قالك إن في حسد قالك تعالجيه بإيه؟ ما تاخديش كلمة الحسد من القرآن مثلا وتروحي تدوري على علاجها بره القرآن. قالك في القرآن ادعوني أستجب لكم، ما قالكيش ادعي فلان الميت ولا خدي البركة من فلان الحي. فكل دعواتنا نطلبها من ربنا وبس. كمان الصلاة والصيام والزكاة والحج كل ده بنعمله لوجه الله، لأن ربنا أمرنا نعمله علشان يبقى اسمنا بس مسلمين، مش عشان نبقى شيوخ ولا علماء ولا ملايكة ولا أنبياء. أركان الإسلام هنعملها وإحنا بنغلط ونتوب، وبنعصي وبنتوب، ما ينفعش نبطل نعملها. مهما ارتكبنا معاصي ما نبطلش أركان الإسلام، دي عواميد دينك، من غيرها إسلامك يقع ويفسد. ما يجيش الشيطان يقولك صلاة ايه دي اللي بتصليها، ده انت بتعملي وبتعملي وبتعملي. لا، صلي مهما عملتي معاصي، صلي. أركان الإسلام دي اسمك وعنوانك، أركان الإسلام دي بيتك، ما تسيبيهوش مهما حصل. لأننا لو سيبنا ركن واحد من أركان الإسلام كده احنا ارتكبنا كبيرة من الكبائر عظيمة جدا وتغضب ربنا علينا جدا. عارفين يعني ايه واحد يشرك بالله أو يكذب رسول الله أو ما يصليش أو يمنع الزكاة أو يفطر في رمضان بدون عذر؟ سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه حارب مانعي الزكاة، البخلة اللي ما بيطلعوش حق الفقير والأرملة واليتيم والمسكين. بدل ما المجتمع يفسد وياكل في بعضه ويتملى بالفقر والجهل والمرض والجريمة والسرقة، الزكاة دي لبناء المجتمع وسد حاجة الفقير والمريض علشان ما يشتغلش حرامي ويسرق الغني والدنيا تخرب. انت لو ما دفعتش الضرايب في دولتك شركتك هتتشمع وأموالك هتتصادر وهتكمل بقية عمرك في السجن. اشمعنى الزكاة هنقول عليها لأ؟ طب عارفين يعني ايه تبقى معانا الفلوس وربنا فتح لنا بيته علشان نحج، علشان يغفر لنا ونرجع من الحج صفحتنا بيضة من الذنوب اللي بتتمسح بالحج المبرور، واحنا نبخل وما نرضاش نروح ناخد الهدية دي من ربنا عز وجل واحنا قادرين نحج؟ لا، دي كبيرة قوي عند ربنا. اللي معهوش فلوس ولا صحة خلاص، هو قالك من استطاع إليه سبيل، اللي يقدر بس. واللي ما يقدرش ربنا مطلع على قلبه وعارف هو فعلا نفسه يحج ولا لا، وهيأجره على نيته. طب ده الإسلام. أمال إيه هو بقى الإيمان اللي هو أعلى من الإسلام، اللي لو أمنتي بالحاجات الجاية اللي هقولك عليها دي تبقي مسلمة بقى قولا وفعلا وقلبا وعقلا، ويبقى الدين الإسلامي كده بيجري في دمك ومقتنعة بيه 100%، ومحدش يقدر يهزك ولا يزعزعك عن عقيدتك ولا يشككك فيه ولا يسرقك منه. الإيمان إننا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هنمسكهم واحدة واحدة. إزاي نؤمن بالله؟ يعني نؤمن بوجوده، نكون مقتنعين ومصدقين إن للكون العظيم ده خالق. ما تبقيش مقتنعة إن توكة الشعر اللي بتربطي شعرك بيها دي ليها صانع، ولما يسألوك عن الكون العظيم ده باللي فيه تقولي لأ ملوش خالق ومفيش إله. دي اسمها حماقة. انت مجنون يا ابني. يعني الدبدوب ده له صانع، والعالم ده كله بالكواكب بالنجوم بالسماوات بالأرض بالبشر بالحيوانات بالنباتات بالفيروسات ملهاش صانع؟ الدقة الرهيبة اللي في الكون ملهاش خالق ماسكها وممشيها بقدرته؟ الشمس لو قربت من كوكبنا مسافة أكتر من المسافة اللي محطوطة فيها الجليد اللي في الكوكب هينصهر وهنغرق كلنا. لو بعدت أكتر المناخ يتغير ونتجمد. مين اللي ماسكها في مكانها؟ طب ليه ما بتقعش علينا زي النيازك مثلا؟ القمر لو قرب مننا شوية وخرج عن مساره المدن الساحلية دي كلها تغرق وتختفي من ظاهرة المد.
والأرض تدور بسرعة رهيبة حوالين نفسها أكتر من السرعة اللي هي عليها، فتحصل الزلازل وتتغير عدد ساعات الليل والنهار والدنيا تتلخبط. لو القمر قرب من سطح الأرض 3000 كيلو متر، يعني قد المسافة كده مثلا من مصر للجزائر، هيتفتت على شكل نيازك ضخمة تنزل علينا تدمر كل حاجة. القمر لو ضاع في الفضاء واختفى، كل النيازك اللي بتنزل عليه هتنزل علينا احنا، هتنزل كده كأنها صواريخ ما تعرفيش جاية على الأرض منين. القمر بيصدها عننا وبتصطدم بيه هو، من غيره تستحيل الحياة على الأرض. من غير القمر الأرض تتمرجح في الفضاء، ما تعرفيش الشمس هتطلع لك منين، تطلع لك من الشرق شوية ومن الغرب شوية ومن الشمال شوية، وده طبعا هيأثر على القطبين الشمالي والجنوبي. التلج كله هيسيح، وحتت تانية هتتجمد وترجع تاني يوم الصبح تسيح، وتصحي بقى كل يوم الشارع ده جليد، واليوم التاني الشارع ده يغرق، واليوم التاني الشارع ده فيه صحراء. مين اللي ماسك كل ده؟ لا بس الموبايل ده له صانع، لكن القمر ما حدش ماسكه. ينفع نبقى حمقى كده تنكري وجود الله لمجرد بس ان انت مش شايفاه؟ ده انا لو وقفت وراكي وسألتك انا رافعه كام صباع من صوابعي مش هتقدري تشوفيني. لو قلبت الموبايل وقلتلك انا مغمضه عينيا ولا مفتحاه مش هتعرفي تجاوبي. عايزه تشوفي ربنا؟ ده انت لو وقفتي على البحر مش هتقدري بنظرك العاجز المحدود تجيبي اوله من اخره. عايزه تشوفي ربنا اللي هو اكبر من البحر اللي انت مش عارفه تشوفيه؟ انت لو بصيتي في الشمس وطولتي في النظر ليها شويه هتتعمي ومش هتشوفي تاني. عايزه تشوفي ربنا اللي نوره اضعاف اضعاف نور الشمس اللي خلق كل شموس الدنيا؟ يا ترى نوره هيبقى قوي قد ايه؟ الناس اللي مش بتؤمن الا بالحاجه اللي بتشوفها. ما هو انت عشان تشوفي الحاجه لازم قدراتك تتناسب مع الحاجه دي، يا تكون قدراتك اقل منها بنسبه مقبوله، يا تكون قدراتك اكبر منها. لا ده انت قدراتك ما تتقارنش اصلا بقدرات ربنا عز وجل، مش اكتر بقى ولا اقل. احنا هوا. لا هوا ايه؟ ده الهوا اكبر مننا، احنا اقل من ذرة التراب جنب قدرات ربنا عز وجل. فما فيش 1% تناسب علشان تشوفيه. ما تعنديش وتبقى عاملة زي الراجل اللي قد كده اللي واقف قدام عملاق وبيقول له ما تقدرش. وبعدين ما انت ما بتشوفيش الفيروسات ومصدقة بوجودها علشان العلماء قالوا انها موجودة. افرضي بيشتغلوكي زي ما بيعملوها في الافلام بالجرافيكس. انا مش بقول انها مش موجودة، بس بقولك افرضي. اشمعنى مقتنعة ان الانبياء بيشتغلوكي وحاشا لله انهم يكذبوا طبعا، ومقتنعة ان العلماء صادقين ومش بيشتغلوكي، مع ان العلماء نفسهم كتير منهم بيكذب بعضه، واراء كتير اثبتوا انها خطأ بعد ما الناس عاشت مقتنعة بيها قرون طويلة. العلماء قالولك في معرفش كم كوكب وكم مجرة، وهم اصلا مش عارفين يخرجوا بره المجرة بتاعتنا علشان يشوفوا المجرات التانية اللي هم بيتكلموا عنها. بيتكلموا عن مجرات ما شافوهاش. بيقولولك احنا عشان نوصل لكوكب كذا محتاجين معرفش كم مليون سنة ضوئية، يعني ما وصلوش اصلا وانتي صدقتيهم رغم انك مش شايفة حاجة من اللي بيقولوها. عاملين افتراضات عن كوكب الارض بتوصف تخيلهم للكوكب من 500 مليون سنة، مع انهم ما كانوش موجودين ساعتها ولا حد من اللي كانوا موجودين ساب لهم اي معلومة، كلها افتراضات. وصدقتيهم وبتدرسي كلامهم وبتحفظيه وبتمتحني فيه، مصدقة ان السلوك فيها كهرباء وانت مش شايفاها لكن حساها. طب مش حاسة ان في روح بتحركك؟ مش حاسة ان في سمع وبصر؟ السمع والبصر ما بيتشافش لكنك حاسة بيه، مجرد حواس. السمع والبصر اللي لو ضاع محدش هيعرف يرجعهولك. مين اللي زرعه فيكي؟ مصدقة ان في موجات بتخليكي تسمعي الموبايل والراديو وانت مش شايفة الموجات دي؟ طب ما تصدقي ان في اله خلق سمعك وبصرك واعضاء جسمك اللي انت شايفاها وبتستخدميها كل يوم من غير حتى ما تقوليله شكرا، وكمان مش عايزة تصدقي انه موجود؟ هو سمعك وبصرك ده بتروحي تشحنيهم من مؤسسة الكهرباء لو قطعوا؟ ولا في اله خلقه وبيرعاه علشان يستمر معاكي طول العمر؟ الموبايل علشان تسمعيه بتشحنيه، طب انت سمعك مين بيشحنه؟ صوتك مين اللي بيطلعه وبيخليني اسمعه وبيخليكي تسمعيني؟ كل ده بيتشحن في جسمنا على الجاهز. خلقلك اكل علشان تشحني وتاخدي طاقة وجسمك يفضل شغال ومشحون. عرفتي بقى انها حماقة اننا نصدق ان الموبايل ده له صانع والكون ده كله بتكوينه الدقيق العظيم ملوش صانع؟ فعلشان تكوني من المؤمنين لازم اولا تؤمني ان للكون اله خلقه وبيدبر شؤونه. طب هل الاله هيخلق مخلوقات ويرميها وينساها؟
حاشا لله، لا طبعا. دي الواحدة مننا بتخلف حتة عيل بتعيش طول عمرها تراعي وتأكل وتشرب وتذاكر وتعلم وتربي، وتفضل صاحية طول الليل تاخد بالها منه، بتخاف تتقلب وهي نايمة لا تغلط وتتقلب عليه ويموت منها. يبقى اللي خلق المخلوقات دي كلها هيسيبها من غير ما يراعيها ويعلمها؟ ربنا عز وجل خلقنا وبعت لنا اللي يعلمنا نتعامل ازاي مع الكون اللي خلقنا فيه. بعت لنا ايه؟ بعت لنا رسل، وبعت لنا مع الرسل كتب، التوراة والإنجيل والقرآن وغيرهم. وكان في وسيلة تواصل بين الرسل البشريين دول وبين ربنا عز وجل. الوسيلة دي كانت الملائكة، زي سيدنا جبريل عليه السلام. والملائكة كتير قوي وليها وظائف كتيرة جدا للبشر وللأرض وللسماء وللجنة والنار والزرع والموت والرياح، فلازم تؤمني بوجودهم هم كمان. ربنا عز وجل أخبرنا عن طريق رسله إن الملائكة موجودين. طب كده إحنا آمنا بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله، كمان لازم نؤمن إن في يوم حساب. ما هو إحنا في اختبار، مش مخلوقين كده مجاملة، لا ده إحنا خلقنا رب عادل رحيم، وعدله ده بيستلزم مكافأة المتقين وعقاب الظالمين، والتوبة على التائبين، ورحمة الطيبين الطائعين المؤمنين. ما تقوليش هو ربنا هيرجعنا تاني ازاي بعد ما بقينا تراب في القبور؟ يا حبيبتي اللي خلقك من العدم في الأول خالص من لا شيء لما ما كنتيش موجودة، قادر انه يرجعك تاني من التراب اللي اتبقى منك، مش صعبة خالص. هو اللي خلق الكون ده كله باللي فيه مش هيقدر يرجعك انتي تاني؟ واحنا منجيش ذرة في ملكه؟ بل قادر انه على كل شيء قدير. فضل الايمان بالقدر خيره وشره، اننا نؤمن ونصدق ان ربنا عز وجل عالم بكل شيء هيحصل وكتبه عنده. طب يعني احنا ربنا هو اللي بيخلينا نعمل كل حاجة؟ ما عندناش ارادة؟ طب بيحاسبنا ليه مادام بيجبرنا نعمل اللي هو كتبه؟ لا، ما بتتحسبش كده. ربنا خلقنا وعالم بطبيعة كل واحد وواحدة فينا، اننا بناء على خلقتنا وتربيتنا وثقافتنا ونفسيتنا ورغباتنا هنعمل كذا يوم كذا، والساعة كذا هنزل اروح في الحتة الفلانية، وبعد نص ساعة مشي فلان هيعدي بعربية من جنبنا، وفي قطة هتعدي وتأكليها وتاخدي حسنة عليها، وانت بتعدي السكة هتجري فهتتكعبلي في حبل واحد رماه من يومين وتتعوري، وفلان هيقومك وياخدك يوديك المستشفى علشان تتعالجي، بيساعدك، فمكتوب له انه ياخد حسنة عن طريقك. بعد الوقعة هتصرخي وتسبي وتشتمي، او هتعيطي وانت ساكتة ومش هتشتمي حد، او هتقولي قدر الله وما شاء فعل، وهتقومي في المستشفى تدوري على مكان تتوضي وتصلي فيه وانت مكسورة، او هتسمعي الاذان وهتكبري دماغك الى اخره بقى. كل ده ربنا عالم انه هيحصل من قبل ما يحصل وكاتبه عنده في الاقدار. هقولك مثال بسيط ولله المثل الاعلى. ساعات الام بتبقى واقفه في المطبخ وعارفه بنتها بتعمل ايه في الاوضه، والبنت تتفاجئ: ايه يا ماما انت عرفتي ازاي؟ تقول لها: يا بت ده انت نازله من بطني، ده انا مربياكي وعجناكي وخبزاكي. وعارفه دماغك دي بتفكر في ايه؟ المدرس بيبقى قاعد في الحصه وعارف كل طالب هيجيب درجه عامله ازاي في الامتحانات، عارف مين هيطلع الاول وعارف مين هيسقط. اهو احنا بقى ربنا عز وجل خلقنا من ساعة ما كنا نطفة في بطون امهاتنا لحد ما هنموت، وكل ذرة في جسمنا وكل نقطة دم وكل نفس وكل نظرة وكل حرف اتعلمناه وكل فكرة فكرنا فيها ربنا عز وجل عالم بيها. ومع علمه ده فهو كاتب كل دقيقة وثانية وفهمته ثانية، كاتبها لانه عالم انك هتعمليها. يستحيل تخلفي القدر ده ولا هتقدري تخلفيه بخيره او بشره، لأن القدر ده مكتوب بعلم الله عز وجل، ويستحيل ربنا عز وجل يخطئ في علمه حاشا لله، أو يكتب حاجة في الأقدار دي وما تحصلش، لأنه عالم إنها هتحصل وهتحصل زي ما كتبها بالظبط. أهو ده الإيمان بالقدر، إنك تؤمني إن ربنا عز وجل مقدر كل حاجة بعلمه من قبل ما نتولد. الإيمان بالقدر كمان إنك تصدقي إن كل حاجة بتحصل بمشيئة الله عز وجل وحده، رزقك وفرحك وحزنك وابتلاءاتك وأنفاسك ونظراتك كلها بمشيئة الله. لولا ان ربنا عز وجل قدر واعطاك القوة انك تنوليها ما كنتيش ابدا هتنوليها. خلفتي لانه خلق لك رحم سليم وما جعلكيش عقيم، مش علشان انت شاطرة وبتولدي كتير، لا ده قدره. اغتنيتي لانه رزقك بالمال اللي اخدتيه من مرتب او من ميراث، يعني مش من جيبك، ده كان بتاع حد قبل ما يوصلك، ومشيئة ربنا هي اللي وصلته ليكي. كان ممكن يبتليكي بمرض يقعدك في السرير، كنت هتشتغلي ازاي؟
فالإيمان بمشيئة ربنا عز وجل كمان من ضمن شروط الإيمان بالقدر. نيجي بقى لأعلى مرتبة في الدين، وهي المرتبة اللي فيها صفوة القلوب، اللي نجحوا في مرتبة الإسلام ونجحوا بجدارة في مرتبة الإيمان، عملوا الفرائض اللي عليهم وأمنوا بالله عز وجل كما ينبغي وكما يرضى، لحد ما أصبحوا من المحسنين. مرحلة الإحسان، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بتقفي تصلي وانت عارفة ان ربنا عز وجل مطلع على قلبك وتفكيرك وشايف اللي بتفكري فيه، فبتجهدي نفسك علشان تركزي مع ربنا لانك مؤمنة انه شايفك. لما بتصومي وانت لوحدك في البيت وما بترضيش تسرقي بق مية مع ان محدش معاكي ولا هيشوفك، بس ما بتفطريش علشان انت مؤمنة ان ربنا عز وجل شايفك حتى وانت مش شايفاه. لما تفتح الانترنت وانت لوحدك في اوضتك وتلاقي بنت بعتلك رسالة بتراودك عن نفسها وبعتلك صورها، فتعمل لها بلوك عشان ربنا شايفك، انت كده عملت عمل من اعمال المحسنين. فلان بيتصل بيكي وبيعكسك، قفلتي في وشه السكة خوفا من معصية الله، انت كده من المحسنين. واحد بعتلك على الفيسبوك اضافة ولقيت صورة بروفايله فاحشة ونشر روابط وفيديوهات بتغضب ربنا، تروح عامل له بلوك من غير ما تفتح بقى الفيديوهات وهبص بصة واقفل، لا ما تدخلش اصلا، اعمل للقرف ده بلوك من غير مناقشة، من غير ما تسأل نفسك ولا ياخدك الفضول تفتح صفحته، ولا تقول طب هدخل انصحها على الخاص يمكن ربنا يهديها. امشي يا بابا، ابعد عن ابليس هيصطادك، دي شبكة ورميها لك وكاتب لك عليها انصحها لوجه الله يا ابني ينوبك ثواب. حنين قوي. طب فلان ده طيب وملتحي وبوستاته كلها ايمانيات، دي صفحته مسجد، هتعرف عليه واتصل بيه علشان اصحيه لصلاة الفجر عشان اخد ثواب. يبقى يصحي نفسه يا حبيبتي، خليكي في حالك انتي وصحي نفسك، ابعدي علشان تبقي من المحسنين. ما تخليش ربنا يكون اهون الناظرين اليك، ما تستخبيش من الناس وربنا شايفك ومش همك نظرته. انتي ما تقدريش تتصلي وتشيتي وتبعتي صور قدام ابوكي او زوجك، بتبعتي من وراهم علشان ما يشوفكيش ويخربوها عليكي. طب ما هو ربنا الاعظم من الكل شايفك وسمعك. احنا مش عايزين نبقى مسلمين بنعمل اركان الاسلام وبس، مش عايزين نبقى مؤمنين وبس، احنا عايزين نبقى محسنين، عايزين نعبد ربنا كأننا شايفينه ونبقى مؤمنين 1,000,000% انه شايفنا رغم اننا مش شايفينه، بس احنا شايفينه في عظمة مخلوقاته اللي شايفينها وحاسين بيها. هو ده اللي بإيدينا نشوفه واللي نقدر نشوفه. الحاجات العظيمة دي كلها المخلوقة والناس اللي حوالينا خالقها هو إله أعظم منها كلها. لازم أعمل حساب نظرته ليا أكتر ما بعمل حساب لنظرة أبويا وزوجي ومديري في الشغل وعسكري المرور ورئيس الدولة وأمير المملكة. طب أنا عايزة أسأل سؤال، الإنسان اللي موصلش لدرجة بقى لا الإسلام ولا الإيمان ولا الإحسان، أركان الإسلام ضيعها، الإيمان عنده شك في كل حاجة، مش مصدق أو مطنش أو مش في دماغه أو عادي أو ما بيفكرش في الحاجات دي أصلا، عايش إزاي؟ بعد كده في الحديث سيدنا جبريل عليه السلام بيسأل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبيقول له فأخبرني عن الساعة اللي هي يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له جملة معناها معرفش، قال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا معرفش عن يوم القيامة أكتر من اللي انت تعرفه. نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم هنا إيه؟ إننا ما نألفش في حاجة ما نعرفهاش، مع إنه نبي وأي كلمة هيقولها هتتصدق ومحدش هيعقب عليه، وكل اللي حواليه بيقولوا له أمين من غير مناقشة، لكن لما اتسأل عن حاجة ما يعرفهاش قال معرفش. الساعة دي علمها عند الله. حد سألك سؤال عمرك ما قرأتي عنه ولا سمعتي عنه أخبار، ما تتكسفيش إنك تقولي معرفش. كلمة معرفش هتبقى أهون بكتير وأرحم من تضليل الناس بحاجة غلط. مش لازم تبيني إنك خبيرة. بعد كده سيدنا جبريل عليه السلام قال له فأخبرني عن أماراتها، يعني العلامات بتاعتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أن تلد الأمة ربتها، يعني مع كثرة الفتوحات بيكون في سبايا وملك يمين. ملك اليمين دي لو أنجبت من سيدها بتكون هي أمة، وابنها بيكون سيدها ابن سيدها، أو بنتها بتكون ربتها يعني سيدتها، لأن أبوها حر فالبنت اتولدت حرة وسيدة، لكن أمها لسه أمة زي ما هي، وبعد ما سيدها بيموت بتكون حرة، لكن وهي معاه بتكون أمته وبنتها بتكون حرة، فكده الأمة خلفت ربتها أو سيدتها. وبعض العلماء قالوا إن معناها العقوق،
تلد الأمة ربتها، يعني الأم بتصبح خدامة عند بنتها تقعد تأمرها وتنهاها وتعدل عليها وتنهرها والعياذ بالله. بعد كده قال العلامة التانية من علامات يوم القيامة، قال له وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. يعني لما تلاقي أهل البادية وأهل الصحراء اللي كانوا أهل فقر وأهل جهل وجوع بسطت لهم الدنيا وبقى عندهم من الخيرات والبنيان اللي بيتباهوا بيه على بعض، كل واحد عمال يعلي وبيته وعمارته عن التاني، وده دليل على فساد الدين والدنيا. لما أهل الجهل يبقوا أصحاب الثروة والأموال كده الدنيا ضاعت وضاع حق الفقير، والجاهل أصبح بيتقدر بفلوسه. ومدامت الثروة بقت في يد الجاهل فهتلاقي بقى أشكال السفه والتفاهات والملذات بتضيع عليها الأموال والثروات، وفي المقابل الناس اللي بتستحق الأموال دي مش لاقية تاكل. دي كده من علامات الساعة. كده خلصنا شرح الحديث، هقراه مرة وهكتبه في صندوق الوصف للي يحبوا يرجعوا له. عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، يعني مشى. فلبست مليا، يعني قعدت أفكر كده شوية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الحديث رواه مسلم. يا رب تكون الحلقة النهاردة أفادتكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وتبعتوه لكل حبايبكم علشان يبقى في ميزان حسناتي وحسناتكم. تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس لو عايزين تشوفوني تاني علشان توصلكم باقي الفيديوهات في ميعادها. واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله من قناة كنزي لايف واي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.